السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا طلبة طالبات تانية ثانوي مع جزء جديد وحل جزء البارومتر. مش هنطول عليكم، زي ما قلت لكم احنا في الفترة دي محنين معاكم بعد ما افتريت عليكم الفترة اللي فاتت. على هادي يا زبادي بقى مع بعضين. يلا بينا. البارومتر الزئبقي. الأسئلة اللي احنا خدناها في الحصة طبعا بنحلهاش. السؤال الأول خدناه في الحصة. السؤال 2: يقل ارتفاع عمود الزئبق داخل أنبوبة البارومتر امتى؟ لو زودنا كمية الزئبق في الحوض ملهاش دعوة. زيادة مساحة المقطع ملهاش دعوة. نقل البارومتر إلى قمة جبل، أيوه. لو نقلنا البارومتر قلنا في الحصة إلى جبل مرتفع فإن الضغط ينخفض، ولما الضغط ينخفض ارتفاع الزئبق ينخفض. سؤال 3 خدناه في الحصة. طبعا أنا ببص في كتاب الامتحان عشان أنا معلم على اللي خدناه في الحصة أو في الهاي ليفل. 3 خدناه، و4 خدناه، و5 خدناه، مسابقة، و6 صح؟ لا 7 بقى. 6 خدناه. 7 يلا. بص يا سيدي، في السؤال 7: بارومتران زئبقيان متماثلان يوجد في أحدهما فراغ فوق مستوى سطح الزئبق في الأنبوبة والآخر هواء، فإن ضغط الهواء. يا سلام يا سلام، لما كان فراغ كان دي كام ملي؟ 50. طب لما ده بقى هواء ده بقى كام ملي؟ 200، صح كده؟ طيب ال50 اتزقت لتحت وبقت 200، يبقى زادت قد ايه؟ 150. ما قلنا في الحصه الضغط اللي انت بتحطه بيزق لتحت، الضغط اللي انت بتحطه بيزقك لتحت، فده زقه لتحت خلاها 200، يعني زاد عليه كام؟ 150. مين ال 150 اللي زادت دي؟ الضغط. يبقى الاجابه 150. السؤال الثامن ماشي. في الشكل المقابل: بارومتر زئبقي قراءته عند مستوى سطح البحر ودرجة حرارة 0 سيليزيوس هي كذا. ماشي. فإن السبب المحتمل لتلك القراءة. طبعا دي أقل من العادي. ليه؟ لأن العادي 76 من 100 متر زئبق، فدي أقل، فكده الضغط انخفض. وجود فراغ أعلى الزئبق بارتفاع 3 سم ملوش علاقة. طب انسكاب كمية من الزئبق خارج الحوض ملوش علاقة. تصرف فقاعة من الهواء داخل الأنبوبة، صح. لو في هواء هنا مش فراغ، والهواء ده كان 5 من 100 متر زئبق، مع ال5 من 100 دول هيزقوا ال 76 لتحت يخلوها 71. يبقى الإجابة ج صح. الإجابة ج صح. طب واحد يقول لي طب ليه يا مستر دي غلط؟ ليه الضغط الجوي مش 71 ويبقى ده فعلا مقياس الضغط الجوي؟ ما هو صح. قال لك عند مستوى سطح البحر. انا عند مستوى سطح البحر دي درجة الضغط بتاعتي، دي مش عند مستوى سطح البحر، دي فوق. فالخدعة هنا سؤال حلو. الخدعة ان ده كانت ممكن تنفع لو الضغط الجوي بره 71، ده بيقيس الضغط الجوي. من اهم فوائد البارومتر انه بيقيس الضغط الجوي المحيط. طب ما ممكن يكون الضغط الجوي 71، الا لو ما كانش قال كلمة سطح البحر، كان ساعتها ج ودال ينفعوا. ج ودال كانوا ينفعوا. حلو السؤال قوي. 9 ده حليناه انا فاكر، و10 حليناه، و11 حليناه. كده في الهاي ليفل. خش اتفرج على الهاي ليفل. سؤال 12 ده ما حليناهوش. الشكل المقابل يوضح قراءة بارومتر زئبقي عند قمة جبل. نقل البارومتر إلى أسفل القاعدة. أهو كان فوق فالضغط قليل، هينزل تحت الضغط يزيد. ها؟ إيه اللي يحصل للزئبق في حوض البارومتر؟ لحظة واحدة. أنا لما هنزل تحت الضغط هيزيد، فده هيطلع فوق. خدنا في الحصة لما ده يطلع فوق خد الزئبق بتاعه منين؟ من الحوض، فمستوى الحوض هينزل لتحت. يبقى حوض البارومتر ينخفض، يبقى يا ب يا د. يبقى تاني، لما هنزل تحت انا كنت فوق الجبل، قال لك كنت فوق الجبل، هتنزل تحت. لما تنزل تحت الضغط بيبقى ايه؟ اكبر. قلنا في الحصه وشرحنا تحت الضغط اكبر. طب لما انزل تحت والضغط يبقى اكبر، ايه اللي يحصل للاتش؟ ما هو الزئبق هيطلع فوق، لما يطلع فوق ده يحصل له ايه؟ يقل لتحت. طيب بالنسبه بقى لانبوبه البارومتر يرتفع طبعا، يبقى الاجابه د. يبقى هنا ينخفض وهنا يرتفع. ماشي.
ايه تاني؟ السؤال 13. كنت حاسسها منوره قوي صح؟ كده منوره قوي. لحظه، في قلم في حته غريبه جوه هنا. ايه اللي جاب القلم جوه الجيب كده؟ اذا تسببت عاصفه، دي خدناها؟ لا. اذا تسببت عاصفه في انخفاض قراءة بارومتر زئبقي بمقدار 20 ملم عن الضغط الجوي المعتاد، فإن قيمة الضغط الجوي في هذه الحالة بوحدة الباسكال تساوي دي تحويلات يا معلم. طيب بالراحة. الضغط الجوي المعتاد قال لي 20 ملم. انت الضغط الجوي بتاعك اصلا كان 760 ملم زئبق، قال لي 20 يعني بقى 740 ملم زئبق. عايز احول دي بقى اخليها باسكال. هنعمل الحركه بتاعتنا، يعني دي المعطى وانا عايز ايه؟ احولها. يلا نعمل كلمه السر. يلا يا رجاله. هنا الضغط المطلوب بوحده الباسكال، هنا الضغط بتاعي الجوي بوحدة الباسكال 1.13 من 1000 في 10 أس 5. نروح الناحية التانية. الضغط المعطى 740 ملم زئبق. الضغط الجوي الطبيعي 760 ملم زئبق. يلا اعمل مقص. الحركة اللي عملتها لك في الحصة. ودي دي هنا، اضرب دي هنا، هيطلع الناتج ج. هيطلع الناتج ج. يبقى هو بيقول لك اقل عن الطبيعي، لازم تبقى حافظ الطبيعي، يعني انت لازم تبقى حافظ الطبيعي اصلا. سؤال 14 سهل ده. بارومتر زئبقي قراءته عند اعلى نقطه من مبنى ارتفاعه، يبقى ده اتش المبنى او احنا مسمينها اتش جبل. اتش المبنى واتش جبل. فوق دي اللي هي اتش ايه؟ اتش 2 دي الصغيره. فان قراءته عند سطح الجبل، عايز اتش 1. ما احنا قلنا رو هواء في الاتش جبل بتساوي رو زئبق في اتش 1 ناقص اتش 2. طيب كثافة الهواء بكام؟ مديالك 1.3. ارتفاع المبنى 200. كثافة الزئبق 13600. اتش 1 مش معايا، اتش 2 ب 74 في 10 أس سالب 2. ايه يا مستر ده انت حولت السنتي ليه؟ حولت السنتي يا باشا عشان ده بالمتر. ما ينفعش ناحية متر وناحية سنتي، ما ينفعش. تمام. طيب هات الاتش 1. هيطلع الاتش 1 ب 75.9 متر. بس هو طالبها بالسنتي، خلاص اضرب في 100. يبقى الإجابة ب. اضرب في 100 طلع لك 759 من 1000. اضرب في 100 يبقى 75.9. 15 خدناها. 16 الضغط الجوي عند مستوى سطح البحر يساوي 76 سنتيمتر زئبق. دي اتش 1 دي الكبيره. ماشي. وكان الضغط الجوي يقل بمقدار 10 ملم كل ما نطلع 120 متر. طب ما انا مش عارف انا طلعت كام متر. فان ارتفاع الجبل بكام؟ لو فوق لقيتها 70 سنتيمتر. ايه ده؟ دي سهله قوي. ايه ده سهل. طب ما انت كده قلت 6 صح كده؟ وال10 ب 120 وانت قلت 6. حضرتك ال10 ملم زئبق ب 120. انت كنت 76 بقيت 6 سم. يعني انت قلت 6 سم، يعني 60 ملي متر زئبق. انت كده قلت 60 ملي. ما انت كنت 76 بقيت 70، يعني قلت 6 سم، بس احنا شغالين ملي فخليها 60 ملي. عايز اعرف دي تبقى كام؟ ايه ده؟ مقص سهل قوي. دي في دي صفتين 6 في 120. 6 في 120 دي بكام؟ 720 صح؟ 720.
يبقى تاني المساله دي اصلا مالهاش دعوه بالقوانين بتاعتنا، دي مساله هبله قوي. بيقول لك دلوقتي انت كنت عند سطح البحر كنت 76 سم، طلعت فوق بقيت 70 سم، يبقى انت قلت كام سم؟ قلت 6 سم. هو بيقول لك ال 10 مللي ب 120 متر، ال 10 مللي ب 120 متر. طب ال 6 سم ما احنا مش هنشتغل بالسنتي، هنشتغل بالملي، واضرب في 10. في كل الناس عارفه من سنتي الملي بضرب في 10. يبقى ال 60 مللي عملوا كام متر؟ مقص عادي بتطلع 720. سؤال 17 خدنا زي في الحصه عبيط قوي. سؤال 17 الشكل المقابل انبوبه شعريه كان ضغط الهواء 76 سم، فان الضغط الهواء المحبوس اذا وردت الانبوبه راسيه وفتحتها لاسفل، يعني وهي كده كانت 76، هنعكسها نخليها كده. طب لحظه بس، وهي كده ال 76 دي قلنا بتساوي ايه؟ بتساوي البي اي من فوق زائد الاتش. طب وانا مديك الاتش بكام؟ بواحد، يبقى البي اي بتساوي 75 سم. يبقى كده الضغط الجوي 75 زائد واحد يديك ايه؟ ال 76. لما هقلب الانبوبه واخلي بوزها كده، ساعتها قلنا الضغط المحبوس هيساوي ايه؟ بي اي ناقص الاتش. طب وانت جبت بي اي بكام في المعطى الاولاني؟ 75، والاتش بكام؟ بواحد، يبقى الاجابه دلوقتي بكام؟ ب 74 سنتيمتر زاويه. نقولها تاني. الانبوبه وهي محطوطه كده كانت قاريه ضغط الهواء اللي جوه هنا 76. طب احنا قلنا في الحصه لما الانبوبه تبقى بوزها لتحت يبقى الضغط المحبوس اللي هو 76 يعادل الضغط الجوي اللي فوق متزود عليه الاتش اللي عندي اللي هي واحد، وادي الواحد الناحيه دي، يبقى الضغط الجوي في مسألتنا ده 75. خليها على جنب بقى ونقلب الانبوبه. لما نقلب الانبوبه تبقى بوزها لاسفل، ساعتها الضغط المحبوس هيبقى البي اللي انت جبته ناقص الاتش. يبقى هتستخدم الاولانيه تجيب منها البي اي، وبعد كده لما تقلب تستخدم بقى البي اي. السؤال 18 الشكل موضح وضعين مختلفين A و B لأنبوبة شعرية تحتوي على شريط من الزئبق طوله 2 سم. حلو، ده 2 سم. يحبس كمية من الهواء داخل، فإذا علمت أن الضغط الجوي 76 يبقى في الحالة الأولى هنا ده 76، في الحالة الثانية دي 78 على طول. إيه ده؟ هو خلاص كده ده المطلوب؟ عايز إيه بكام وبي بكام؟ بجد والله. بس الإجابة دي يا جماعة السؤال الهبلة دي. ما أنا قلت لك احفظ الثلاث أشكال اللي في الحصة. آخر سؤال، سؤال 19 منزل أبوابه ونوافذه مغلقة بإحكام، هب إعصار فسبب انخفاض مفاجئ للضغط الجوي حول المنزل بنسبة 15%. يبقى دلوقتي كان في باب هنا أهو، بيت، أدي البيت أهو، الضغط هنا نزل 15%، يعني بقى 75% دلوقتي من الضغط الجوي. حلو، والذي مقداره 10 أس 5 نيوتن على المتر تربيع، يعني الكلام ده بيساوي 10 أس 5. لا ده الضغط جوه المنزل 10 أس 5، معلش قريتها غلط. الضغط جوه المنزل 10 أس 5، فإن مقدار واتجاه القوى المحصلة المؤثرة على باب المنزل الذي طوله وعرضه مع المساحة نتيجة تأثره. طب مبدئيا أنت بتقول الضغط اللي بره قل، يبقى القوة للخارج مبدئيا من جوه لبره. ما هو الضغط اللي بره بقى قليل وده كبير، ده الكبير وده القليل، هزق كده، يبقى من الداخل للخارج. يبقى انا الاجابه يا اما الف يا اما ج. طب عايز اعرف القوه بكام؟ طب ماشي، القوه تساوي دلتا بي على ايه؟ مين دلتا بي؟ ما هو هنا الضغط كامل، هنا 75%، في فرق في الضغط كام؟ 15%. عندي فرق 15% من الضغط اللي جوه اللي هو 10 أس 5. يبقى تاني جوه البي كامله، قال لك طلعت بره نقصت 15%، يعني بقت 75%. انت غبي يالا، انا مالي بالكلام ده؟ مش انت بتقول ان في فرق 15%؟ هو ده الفرق اللي على الباب. انا بزق من جوه بالبي كامله، بزق من بره بثلاث ارباع البي، يبقى ده نفسه حاسس بقد ايه؟ بربع البي ولا ال 15%؟ ايه 75 85؟ انا بقى ولا عايز 85% ولا عايز البي، انا عايز ال 15% اللي مأثرين على الباب.
يبقى كده فرق الضغط اللي حاسس بيه الباب هو ال 15%. هم دول الفرق ما بين جوه ومن بره. هو قال لك في فرق 15%، هو ده الفرق من الضغط اللي جوه اللي هو 10 أس 5. طب مساحة الباب كام في كام؟ مساحة الباب قال لك 195 في 10 أس -2 عشان سنتي، في عرض الباب ده الطول في العرض 91 في 10 أس -2. يطلع الناتج جيم. يطلع الناتج جيم. مسألة حلوة، مسألة حلوة جميلة. دي بصوا بقى يا جماعة، أنا كان ليا تعليق هنا. أنا في أمثلة عجبتني في كتاب الامتحان فقررت أحلها. يعني يا رب ما تكون قفلت الفيديو وبتكمل لآخره، ربنا يهديك. استنى نشوف دي كانت فين. دي كانت أمثلة تقريبا محلولة على ما أتذكر. اللهم صل على النبي. دي كانت مثال محلول. مثال محلول. ايوه من اول اختبر نفسك. كان عاجبني الحاجات دي. ماشي. ايوه تمام. بص يا سيدي، الشكل المقابل يوضح بارومتر ومانومتر. وجد ان ارتفاع الزئبق في اكس اقل من ارتفاعه في واي. تفتكر ليه؟ يا ترى عشان اكس اكتر طول ما بيفرقش الطول. مساحه مالكش دعوه بالمساحه. عشان مايله مالهاش دعوه، ما هو المايله هتروح لحد هنا. ولا عشان فيها هواء؟ طبعا الاجابه د. ليه؟ عشان لو فيها هواء هيضغط ده لتحت ويخلي طوله اقصر. حلو السؤال. دي تحويلات بس مالكش دعوه بالحل المكتوب في الكتب، لان الحل المكتوب في الكتب معقد شويه. بيقول لك ضغط غاز 152 سم زئبق، عايزه بالبار. اعمل الحركه بتاعتنا وارمي البتاع ده في الزباله. بي بالبار. الضغط الجوي في البار 1.13 بار. طب المعطى 152 سنتيمتر زئبق. طب اصلا بالسنتيمتر زئبق 76 سنتيمتر زئبق. بس اعمل مقص تطلع الاجابه ب. جربها وحلها بايدك تاني. مثال 2 نفس الكلام. مديها لك بالطور وعايزها بالباسكال. يلا اعملها لوحدك بطريقتنا والاجابه اهي. مديها لك 1000 طور وعايزها بالباسكال. اعملها لوحدك بطريقتنا وهاتها. مثال 3 لا اللي خدناه في الحصه. اللي خدناه في الحصه. مثال 6. اختر. عايز ضغط الغاز المحبوس هنا عند الميه ومديك رسمتين. بيقول لك عايز ضغط الغاز بكام. طبعا البارومتر فايدته انه بيجيب الضغط الجوي. ما دام ده فراغ يبقى ده هو الضغط الجوي بالظبط. فهروح اقول الضغط الجوي يساوي 76 سنتيمتر زئبق. بس انا هنا هشتغل بالميه، مش هينفع وحده سنتيمتر زئبق. ثانيا الاختيارات كلها بالنيوتن على المتر تربيع. طب والضغط الجوي بدل سنتيمتر زئبق كام نيوتن على المتر تربيع؟ هتبقى رو جي اتش. ماشي. ما احنا خلاص ما احنا عارفين اللي هي 1.13 في 10 أس 5 النيوتن على المتر تربيع. سهله اهي. يبقى ده الضغط الجوي. ارمي بقى ال 76 ده. ماشي. طيب لو قلنا هنا قلنا الضغط الجوي هنا ومين هنا بيتأثر؟ المية والغاز. تمام. يبقى أنا دلوقتي ضغط الهواء اللي هو بي ايه يساوي ضغط المية اللي هو رو مية جي اتش المية زائد ضغط الغاز. البي ايه 1.13 في 10 أس 5. كثافة المية اللي هنا اديها لك بكام؟ 1000. عجلة الجاذبية 9.8. ارتفاع المية 76 متر. مالكش دعوة بالسنتي. مين اللي ناقصك؟ البي بتاعت الغاز. بس خلاص احسب بي الغاز تطلع الإجابة د. لا سؤال حلو. لا سؤال حلو. هنجيب من هنا الضغط الجوي بوحدة النيوتن على المتر تربيع. طبعا حظك انها 76. طب لو قال لك 70 هنحولها لنيوتن على المتر تربيع وناخدها نعوض بيها هنا زي ما عملنا بالظبط. هنعمل حركه التحويل اللي احنا اتعلمناها. ناخد الضغط الجوي نحوله بعد كده نعوض بيه الناحيتي. سؤال حلو قوي. سؤال 7.
مثال 7 بيقول لك هنا افترض ان البارومتر مغلق، فبدأنا نسحب. اللي يحصل للفراغ، بدأنا نسحب هواء من هنا، فالضغط ده بدأ يقل. ما دام الضغط بدأ يقل فالأنبوبة دي بدأت تنزل لتحت، البارومتر بدأ ينزل تحت، فراغ تورشيلي حصل له ايه؟ كبر. ما هو انا لما الضغط قل عمودي الزئبق بدأ ينزل، فالفراغ اللي فوق بدأ يحصل له ايه؟ يزداد. يبقى الإجابة يزداد. السؤال اللي بعد جبته منين ده؟ ماشي. بيقول لك في السؤال اللي بعده إذا نقلنا، ما حلناهوش ده صح؟ بس متأكد ما حلناهوش. لا ما حلناهوش. بص يا سيدي. اوكي. لا ما حلناهوش يا رجاله. ماشي. بيقول لك يكون فرق الارتفاع بين سطحي الزئبق في البارومتر الزئبقي مساويا للصفر تقريبا اذا نقلنا موضعه عند. طب انت فاهم يعني ايه اللي بيقوله ده؟ الراجل بيقول لك يا نهار اسود، ادي الزئبق اهو وادي الانبوبه، بيقول لك هتبقى كده، هتبقى الانبوبه فاضيه، فرق بين سطحين الزئبق صفر. وده هيحصل امتى؟ لما الضغط اللي بره يقل. طب والضغط اللي بره ده يقل فين؟ فين يقل فين؟ فوق. فوق فين يعني؟ قمه جبل؟ لا، فوق سطح القمر. ايه ده؟ والله سطح القمر، عشان انت توصل عند الغلاف الجوي فوق، والغلاف الجوي فوق هيبقى الاتش بتاعتك بصفر، ففوق عند القمر. سلمنا على القمر يا حبيبي. السؤال الثاني، اسئله حلوه قوي على فكره، اسئله تختبر نفسك دي حلوه قوي. بيقول لك في شكل المقابل اذا علمت ان الضغط الجوي بيساوي كذا، قيمه الضغط عند النقطه اكس دي بكام؟ يلا يا حلو. طيب بص يا سيدي، اولا هنا في ربع اتش، دي تترمي في الزباله. احنا عايزين اللي فوق، اللي فوق اللي هي مين؟ 3/4 اتش. تمام. الضغط الجوي اللي هو 1/100 في 10⁻5 ده كان قصاده فيه ايه؟ اتش. طب لما تبقى 3/4 اتش يبقى كام؟ بس خلاص احسبها بقى. هيطلع الإجابة فين؟ 3/4 هتطلع الإجابة، استنى احسبها. د. لا سؤال حلو بس سهل. يعني هو عايز الضغط اللي عند نقطة اكس، ناس حمير هيضربه في ربع. لا الاكس ده اللي فوق يا حبيبي، ده اللي فوق. عايز الجزء اللي فوق. يبقى الجزء اللي فوق ده اللي هو ايه؟ 3/4 اتش. الاتش كلها واخده دي، يبقى 3/4 هضرب الرقم ده في 3/4. سهله قوي. دي خدنا زيها في الحصه صح؟ نقولها عادي عادي. نقولها ما فيهاش حاجه. نقولها. بص يا سيدي. الشكل المقابل يوضح انبوبه شعريه حول الغيط يحبس كميه الهواء تحت ضغط. ده يبقى البي اي 75. وضعت الانبوبه راسيا وفوهتها الاعلى. كده. يبقى الضغط اللي هنا بي اي زائد الخمسه، 75 زائد 5 بكام؟ 80. السؤال العبيط ده. في تاني؟ انا كده حليت كل حاجه في الوجود في البارومتر. يعني انت لو دخلت الامتحان غلطت غلطه واحده في البارومتر هوقدك. مش خلاص بقى ولا ايه؟ في تاني؟ دي خلاص. خلاص. دي شرحنا ازاي في الهاي ليفل. خلاص. وبكده تقريبا كل البارومتر خلص بفضل الله. الحمد لله مفيش حاجه ناقصه فيه، فاضل بس انك تذاكر. خلصت لك كل حاجه. بالتوفيق يا رجاله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع بعض نلتقي في حل جزء المانومتر، وهو جزء لذيذ سهل بس فيه كتير منه شرحناه في الحصة. فأنا الكتاب معانا اهو، هنشوف ايه اللي شرحناه وما شرحناهوش ونحل الباقي. السؤال 20 في كتاب الامتحان: وصل مانومتر زئبقي. بسم الله الرحمن الرحيم. زئبقي يعني ينفع الاثنين، روجي اتش واتش. المستودع منوب كان سطح الزئبق منخفض في الفرع الخالص عن الفرع المتصل بالمستودع. تروح مكلم نفسك في الامتحان وتقول يا هادي يا شرطور اوعى تعيش الدور. عندك السطح الخالص اللي هو ده اللي هو فيه هواء منخفض عن السطح ده. منخفض بقد ايه؟ ب 15. المستر قال لي في الحاله دي ضغط الغاز بيبقى ضعيف، بيساوي بي ايه ناقص حسب بقى. مديك الضغط الجوي ب 6 سنتيمتر زئبق، والانبوبه فيها زئبق، والاختيارات بالطور، والطور ده اللي هو اصلا مليمتر زئبق. ده كل حاجه بتناديك حطني بالاتش الله يخليك. يبقى عندنا الضغط الجوي 76 ناقص ايه بقى؟ ناقص ال 15 يديك 61 سنتيمتر زئبق. وبنحول من سنتي لملي ازاي؟ بنضرب في 10 يبقى 610 مليمتر زئبق اللي هي الطور طبعا. طب احولها ازاي لبار؟ تعالى نفتكر مع بعض كلمه السر. اهو هنحط هنا، عايزها بالبار بار. البار 1.13 من 1000. جبته لي بايه؟ ب 61 سنتيمتر زئبق. طيب يعني 76 سنتيمتر زئبق بس. خلاص جبناها بالبار هتطلع 81 من 100 بار. 21 22 كل دول في الكتاب بتاعنا. 23 نحل 23. الحاجات اللي في الكتاب مش هنحلها طبعا، مش هنعيد ونزيد على الفاضي. في الشكل المقابل مستودع غاز متصل بمانومتر مائي، فإذا كان الضغط الجوي في هذا المكان 75 سنتيمتر زئبق، فإن ضغط الغاز المحبوس طبعا مبدئيا مائي يعني روجي اتش، وبعد كده مديك الاتش اهي. طيب يبقى البي غاز دي الحالة بتاعتنا اللي هي بي اي زائد رو جي اتش. طب البي اي بتاعتك مديها لك بايه؟ البي اي فين البي اي؟ يا ابن اللعيبه مديني البي اي بالسنتيمتر زئبق، يبقى نحولها لنيوتن على المتر تربيع. ازاي يا مستر؟ اقول رو جي اتش بجد والله من غير ما اعمل مقصات والحاجات دي، من غير ما اعمل مقص بجد. يعني الحركه دي ممكن تنفع بدل ما اعمل كلمه السر. لو مديها لك سنتيمتر زئبق وعايز نيوتن على المتر تربيع اعمل رو جي اتش عادي جدا. عايز تحولها حولها. يبقى الرو بتاعتي 13600، الجي 9.8. طبعا بيبقى فيه فروق كسور بسيطه، لان ساعات الجي بتبقى ب 10 وهو شغال 9.8، ساعات مش عارف الكثافه هنا. يعني بص الاصح تعمل المقص وتعمل كلمه السر. في الانجاز قشطه صباح الفل، يبقى 75 من 100 الاتش 75 من 100 عشان ده سنتي، زائد كثافه الميه رو 1000 طبعا في 9.8. امسك آلتك الحاسبه واحسب ورايا. الاتش 13.6 سم يعني 136 من 1000. طبعا هنحول السنتي ده ويبقى 136 من 1000. جربها بقى على الآلة، لازم تحسب على الآلة معايا، لازم تحسب على الآلة يا جماعة عشان نطلع تالتة بإذن الله جامدين. احنا مش هينفع نطلع تالتة طلبة عادية. اسأل من سبقوك، والله العظيم تالتة ماشية معانا حلاوة بسبب ان هم كانوا جامدين في الآلة حاسبة في تانية وبيحلوا. جرب واحسب. 24 لا دي سهلة. بيقول لك ضغط الغاز المحبوس ماله بالضغط الجوي. والله يا فندم واضح ان الضغط الجوي هو اللي دايس على الغاز، يعني دايس على وشه، لان دي نازله وده طالع لفوق، يبقى ضغط الغاز اقل من ضغط الغاز اقل من. انا مش شايف معلش رسمه، انا اسف معلش، انا شفتها في الكتاب خلاص معلش لحظه واحده، البتاع مش واضحه هنا. ده اللي نازل وده اللي طالع، انا كنت شايف العكس. لا كده الغاز هو اللي دايس على وشه، يبقى كده ضغط الغاز اكبر من الضغط الجوي، يبقى الاجابه اكبر من.
الفرق بين ضغط الغاز المحبوس بالمستودع والضغط الجوي. لا انا مش هتعمل فيا تاني، عملتها فينا يا مستر في البارومتر وقعدت تقول لي الفرق ما بين الضغط الجوي وضغط الغاز هو الاتش اهو، هو ده. يبقى ال 8 سم الفرق بين الغاز والضغط الجوي هو الاتش ده. سؤال 25 خدناهوش نحله. الشكل المقابل يوضح مانومتر زئبقي متصل بمستودع غازي يحتوي على ثاني اكسيد الكربون، فيكون ضغط الغاز داخل المستودع بكام؟ طيب مبدئيا ده زئبق يعني الاثنين ينفعوا. الغاز اكبر يبقى بي غاز بتساوي بي اي زائد اتش. هتشتغل بالاتش ليه يا ابني؟ عشان هنا 76 سم وهنا طور. تمام. البي اي ب 76 والاتش ب 4 يبقى 80 سنتيمتر زئبق يبقى 800 طور. هضرب في 10 تبقى 800 طور. سؤال سهل بيجي في امتحان اخر السنه. دايما من سنتيمتر زئبق لمليمتر يضرب في طور. 26 خدناه في الحصه. 27 عالمي. لما اقول عالمي يبقى تصحصح وتنظف دي معايا. في الشكل المقابل مانومتر متصل بقمع صغير تغطى فوهته بغشاء مطاطي. يعني انا هنا حاطط حته مطاط عشان السائل اكس ما يخشش جوه. امال السائل اكس بيعمل ايه؟ بيضغط على الغشاء المطاطي كانها بالونه، وانا قافل من هنا كده البالونه من تحت، فانا بضغط على البالونه من تحت. عند عمق معين سائل اكس داخل اناء، فان الفرق بين ارتفاع السائل واي في فرعي المانومتر اتش يزداد امتى؟ عايز اعرف ده يزداد امتى؟ من الاخر ده هيزداد لو ضغط الغاز زاد، لان لما ضغط الغاز يزيد هيضغط دي يرفعها لفوق. الحل الثاني ان اخلي كثافه السائل ده تقل، لان لما كثافته تقل تخلي الاتش تزيد. يبقى انا حاجتين هما اللي يعلوا الاتش، يا اما ضغط الغاز يزيد فيزقها لتحت اكتر، يا اما كثافه السائل تتغير بكثافه اقل فالاتش بتاعته تزيد. ازود مساحه مساحه مالهاش دعوه بالدرس. ازود مساحه مالهاش دعوه بالدرس. استبدل السائل اكس بسائل اخر كثافته اكبر، ولا استبدل السائل واي اللي هو بتاع الانبوبه بسائل كثافته اكبر؟ لا غلط. اذا الاجابه ج بالاستبعاد، لان السائل ده لازم كثافته تقل مش تزيد. طب مثلا انا مش عايزها بالاستبعاد، انا راجل علمي ومطالب من طلابك، انت تفهمني ما تقوليش استبعاد. افهمك يا برنس. انا عايز الضغط اللي على السداده دي، اخد خط كده. ايه الخط ده؟ اصل الضغط هنا زي هنا. تاني كده، الضغط هنا زي الضغط هنا، وضغط السائل اهو اتش. فالنقطة دي زي دي حاسين بالرو جي اتش. طب الاتش ثابتة ما اتغيرتش، قال لك هزود كثافة السائل اكس. ما هو انا لو زودت كثافة السائل اكس يبقى انا زودت فعلا الضغط اللي هنا، يبقى الضغط اللي على البوز هنا اللي على البلاستيكه هيزيد. يبقى الاجابه دي صح. ممكن حل تاني يا مستر، انزل الانبوبه لتحت اكتر. الله عليك صح. لو نزلت الانبوبه لتحت اكتر الاتش تزيد يبقى الضغط زاد. يبقى عندك حلين منهم كثافه تزيد. الله على السؤال. 28 خدناه صح. 29 جميل. بيقول لك كان الضغط الجوي يعادل اتش، يعني الضغط الجوي ده اسمه اتش. عايز ضغط الاكسجين المحبوس هنا كام؟ الاول نشد خط. دي بكام؟ هي دي كلها 3 اتش ودي اتش، يبقى الفرق 2 اتش. تمام. اذا ضغط غاز الاكسجين يساوي الضغط الجوي زائد الارتفاع. الضغط الجوي اصلا اسمه اتش والارتفاع بتاعك 2 اتش، يبقى ضغط الغاز كله 3 اتش، وانت اصلا البي اي ب اتش، فلما يطلع ناتج 3 اتش كاني قلتها ازاي؟ 3 بي اي. يبقى نقولها تاني، ضغط الغاز اللي هنا بيساوي الشويه دول زائد الضغط الجوي. الشويه دول بكام؟ ب 2 اتش، والجوي بكام؟ ب اتش، يبقى انت كلها كام اتش؟ 3 اتش، والجوي اصلا 1 اتش، يعني كانها 3 بي اي. سؤال حلو. سؤال 30. مانومتر زئبقي يتصل بمستودع غاز معزول حراريا بحيث كان ضغط الغاز المحبوس به اكبر من الضغط الجوي. لحظه، ضغط الغاز اكبر من الضغط الجوي. تمام. عند سطح الارض نقلنا المانومتر
الى سطح برج، طلعنا فوق. لا لحظه بقى عشان افهمك. بص يا حبيبي، الغاز كان اكبر من الضغط الجوي عشان الضغط الجوي كان صغير. طلعنا فوق، يعني الضغط الجوي قل تاني يعني ايه؟ يعني ده انت هتنزل اكتر وده يطلع اكتر، يعني الفرق هيزيد اكتر. فهو بيسألك الفرق بين الفرعين يزداد طبعا. يبقى نقولها تاني، انا في الاول كنت واقف هنا والميه كانت هنا، فكان الفرق ده بس. طلعت فوق السحاب فنزل الضغط لما نزل ده زق لتحت اكتر، فده طلع لفوق اكتر، بقى الخط الفاصل لتحت شويه، بقت الاتش اكتر. 31 ايه ده مين؟ سؤال 31 معلش انا عايز ارجع ل 28 ما شرحتوش في الحصه، قلت هشرحه في الهاي ليفل اهو. 28 ده اللي هو السؤال رقم 3 في الكتاب بتاعنا، قلت هشرحه في الهاي ليفل. الشكل المقابل يوضح مانومتر مائي، ما دام مانومتر مائي يبقى تشتغل روجي اتش غصب عنك. يستخدم لقياس ضغط داخل المستودع، فان ضغط الغاز يكون كام؟ الاول عايز ضغط الغاز، مديك الضغط الجوي ب 75 سنتيمتر زئبق يا ابن اللعيبه. يعني هتحول الضغط الجوي الاول لنيوتن على متر تربيع، تعمل حركه كلمه سر او روجي اتش. طيب في الحاله دي ضغط الغاز اكبر لان الميه طالعه هنا، فانا عندي ضغط الغاز بيساوي البي اي زائد روجي اتش بتاعه الميه. طب والبي اي بكام؟ رو زئبق جي في ال 75 من 100 متر زئبق، لازم احول السنتيمتر، زائد كثافه الميه 1000 في الجي، مش مديني الجي، هدي بقى الحاجات اللي ايه اللي تبوظ الدنيا. احطها 19 من 10 ولا 10، دي ممكن تطلع ناتج وتطلع ناتج بس فرق بسيط. ارتفاع الميه كام؟ اوعى تقول لي 10، ارتفاع الميه 20 اللي هي 2 من 10 متر. كده جبنا ضغط الغاز خلاص يا مستر، الحمد لله خلاص جبنا ضغط الغاز. مفاجأة، هو مش عايز ضغط الغاز، هو عايز الناتج اللي طلع ده يساوي عمود من الميه يبقى ارتفاعه كام؟ ايه الهبل ده؟ انا دلوقتي جبت الغاز ده خلاص، المسألة خلصت لحد هنا كدرس مانومتر. بيقول لك انا بقى لو جبت ميه وزنتها مع الغاز ده في حته، ارتفاع الميه يبقى كام؟ يعني من الاخر مفيش بي ايه، مفيش بي ايه اللي فوق دي مفيش، انا عايز اوزنها بالميه، يعني من الاخر جزء البي ده هيتشال، يعني هيبقى رو جي اتش للميه بس، كانك حطيته في مكان مغلق ما فيهوش هواء، فانت قافل من الناحيه دي كانك قفلت من الناحيه دي، وغاز قصاد ميه، راجل لراجل. طب ما خلاص يبقى احنا ضغط الغاز اللي جبناه هنساويه برو الميه جي اتش ميه جديده، صح؟ يبقى شوف دول هيطلعوا بكام؟ الميه مع الزئبق الاثنين سوا، ولا الميه مع الهواء؟ ميه مع الهواء سوا، سويهم بقى برو جي اتش ميه بس، لو ميه بس رو الميه ب 1000، الجي معاك. احنا ممكن نطير الجي اصلا ونشيلها عشان ما تعملناش مشاكل، ايه رايك في الفكره؟ صايعه الحركه دي، نشيل الجي اصلا. حلو، يبقى كثافه الميه في اتش الجديده اللي هو هيبقى ميه بس مفيش هواء، شوفها بكام؟ احسب، بص الصياعه هتطلع بالشيفت سولف او تقسم على 1000 هنا، هيطلع 10 و4 من 10. يقوم الطالب العبيط بالتقريب يختار الف. طب وانا عبيط ليه؟ ما 10 4 من 10 اقرب حاجه ليها هنا 10. يا غبي الف دي بالسنتي يا غبي، ده سؤال جامد قوي، لكن اللي بيطلع هنا بالمتر، يعني لازم اضرب في 100 يبقى الاجابه 1040 سنتي. الله على السؤال، جامد قوي يا جدعان. يبقى انا جبت الضغط الجوي حولته مع ضغط الميه، الاثنين سوا بيساوي ضغط الغاز. بيقول لك طب لو الغاز ده هقارنه بميه بس، يبقى اخد دي اقارنها بميه بس واجيب اتش الميه، طلعت 10 و4 من 10 متر. طب انا عايزها بالسنتي، اضرب في 100. لا 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 لا, لا. سؤال جامد قوي، سؤال جامد قوي قوي. 31 خدناه في الحصه، لا في الهاي ليفل. هات لي بقى 32 سؤال جميل. يلا وريني ذكائك كده، فكر في 32، خد دقيقه كده، خد نفسك. قلنا في كتاب الامتحان لازم تسبقني وتحاول تحل لوحدك. الله يخرب بيوتكم، النور قطع. الله يا بومه، يا دفعه بومه،
النور قطع، اعمل ايه دلوقتي؟ محدش شايف حاجه طبعا. رجع النور، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. يا دفعه بومه يا فقر، هو في نور بيقطع في رمضان بالليل؟ اعمل فيكوا ايه؟ حسدوني. استنوا بقى الشاشه تفتح. حسبي الله ونعم الوكيل. انتظرونا بعد ما نلبس. بيقول لك كان في ضغط غاز هنا محبوس، هفتح الحنفيه. عارف يعني ايه هفتح الحنفيه يا جدعان؟ يعني الغاز ده هيطير ومين اللي هيبقى جوه؟ بي ايه؟ طب ما كده ان كفتين لازم يبقوا قد بعض، خلاص ال10 دي هتقع. فبيقول لك يا ترى ايه اللي هيحصل عند اكس وعند واي؟ الفرع اكس اكيد هيزداد، يبقى الف وب غلط، ينخفض دي غلط. طيب يزداد قد ايه بقى؟ 5 ولا 10؟ الغبي هيقول ال10 هتزيد. يا غبي يا غبي، دول كفتين، يعني بنزل من هنا شويه يطلع هنا شويه، انزل من هنا شويه يطلع هنا شويه، لحد ما انزل هنا يبقى قد هنا. يعني ال10 دي هتقسم حتتين، 5 الناحيه دي و5 الناحيه دي. يبقى الاجابه ج. يرتفع في اكس 5 وينزل من واي 5. ال5 اللي نزلت من هنا طلعت هنا. جامده، عجبني، حسيت فيه ذكاء، عجبني. 33 بيقول لك لو حطينا زئبق بدل الميه يحصل ايه ارتفاع اتش؟ العبط ده يقل طبعا لان الكثافه بتزيد فده يقل. 34 خدنا شبهه في الهاي ليفل، بس الهاي ليفل اصعب من ده شويه، يعني سؤال تاني اصعب من ده، ده الحنين منه. الشكل المقابل يمثل مانومتر زئبقي يتصل احد طرفيه فرعي بخزان يحتوي على زئبق والتاني زئبق وفي هنا هواء محبوس ما اعرفش ضغطه كام، والفرع الاخر معرض للهواء الطبيعي اللي هو 76. حلو، قول لي الضغط عند النقطه اكس يبقى كام؟ مبدئيا ده زئبق والمطلوب بالزئبق فانا هشتغل اتشات. قلنا المساله دي بتتقسم نصين، هنا ناحيه وهنا ناحيه. الناحيه الاولى دي بروح اجيب منها ضغط الهواء او الغاز اللي هنا بكام. طيب مبدئيا ضغط الهواء المحبوس زائد بتساوي الضغط الجوي ناقص اتش، اللي هي ضغط الغاز اللي جاي من هنا بيساوي ضغط الجوي ناقص اتش، فيساوي 76 ناقص 10 هيساوي 66. يبقى الضغط اللي محبوس هنا 66 سنتيمتر زئبق. خلصت الناحيه دي، خش بقى على الناحيه دي. النقطه اكس فوقيها كام حاجه؟ فوقيها 20 سنتيمتر زئبق و66 سنتيمتر زئبق. يبقى النقطة اكس حاسة بكام؟ ب 86 سنتيمتر زئبق. يبقى في المسائل اللي زي دي بتقسمها نصين، ده لوحده وده لوحده. يبقى هنا 86 سنتيمتر زئبق. سؤال لذيذ. دي شكل مكعب يوضح مانومتر زئبقي منتظم المقطع. في غاز 60 سم والضغط الجوي 76 سم. هفتح الحنفيه، لما افتح الحنفيه الغاز هيبدا يخش. الغاز اللي هو كام؟ 60 والهواء اللي هو كام؟ 76. طب ما خلاص، ما ده هينزل لتحت وده هيطلع لفوق. تمام. طب هو الفرق ما بينهم كام؟ الدلتا بي اللي ما بينهم كام؟ 16. يبقى ده هينزل كام وده يطلع كام؟ يقوم واحد غبي يقول لك ما خلاص ما الفرق 16، يبقى ده ينزل 16 وده يطلع 16. يا غبي، يبقى كده الفرق 32. فهمت. يبقى ده هينزل 8 وده يطلع 8، فيبقى الفرق 16 جه. يبقى نقولها تاني، الضغط الجوي هنا 76، ضغط الغاز 60، هفتح الحنفيه بقى الحته دي حاسه ب 60 ودي حاسه ب 76، هيروح ده زائق لتحت ومطلعه من الناحيه دي. المفروض الفرق بينهم يبقى 16 اللي هي 60 و76، يبقى انا هنزل هنا 8 واطلع هنا 8. يبقى بيقول لك سطح الزئبق في الفرع الخالص للمانومتر هيحصل ايه للزئبق؟ ينخفض بمقدار 8 سم. قال لك في الفرع الخالص، بيسأل على الحته دي. قال لك الفرع الخالص بيسأل على الحته دي، لو قال الفرع المستودع كنت قلت يرتفع بمقدار 8. خلي بالك وانت بتقرا السؤال، انا عايزك طالب لماح وذكي. هو سأل هنا على الفرع الخالص. سؤال 36، ضغط الغاز اكس ماله بضغط الغاز واي؟ واضح طبعا ضغط الغاز اكس هو الكبير، عشان كده زائد ده لتحت ومطلع ده لفوق. الفرق ما بينهم ايه؟ اتش. يبقى ضغط الغاز اكس اكبر بمقدار رو جي اتش. كل الاتشات دي هبله. السؤال اللي بعده 37،
بيقول لك العلاقه بين ضغطين الغاز، طبعا ضغط الغاز اكس اكبر من ضغط الغاز واي. ايه الهبل ده؟ اكس اكبر من واي. الف. المفروض بتوقف الفيديو وبتسبقني. طيب بيقول لك الضغط الجوي ب 75 سم. عايز ايه؟ الضغط الجوي 5. الفرق في الضغط بين الغازين، انا مالي ومن الضغط الجوي؟ ايه ده؟ بيشتغلني انا اتضحك عليا. الضغط الجوي مش موجود في المساله، هو بيسالك الفرق بين الغازين كام؟ تقول له 10 سم، هو ده الفرق. طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنحل مع بعض كتاب الامتحان في الجزء بتاع المكبس. تقريبا كده يكاد يكون خلصنا رحلتنا في الترم الأول، لأن أنا في الفصل الأخير إن شاء الله بتاع الغازات أنا بمسك الكتاب بتاع الامتحان كله أصلا بفرمه. يعني تقريبا أنا بمسكه بفرمه في الحل في جوه الحصة، وهحل معاه اسئله تانية كتير، فاحنا مش هنحتاج تقريبا كتاب امتحان تقريبا. يعني لو احتاجنا في اسئله عجبتني هحلها، بس تقريبا بنسبه كبيره دي اهم حاجه عندي. المكبس هو كان اخر حاجه عندنا، بس هنشوف لو كتاب الامتحان السنه دي في حاجه يبقى هنعملها. نبدا مع بعض. أي المواد التالية تنطبق عليها قاعدة باسكال؟ طبعا الزئبق طبعا. السوائل من الآخر، هو بيطبق على السوائل. باسكال قلنا يطبق على السوائل. طيب السؤال اللي بعد، تستخدم الروافع الهيدروليكية التي تعتمد على مبدأ باسكال في مضاعفة القوة. قلنا لما يخش لي قوة صغيرة اللي هي قوة إيدي بتاعت الكوريك بقدر أضاعفها وأرفع بيها عربية كبيرة. مكبس هيدروليكي مثالي. خط تحت كلمة مثالي، خط تحت كلمة مثالي، خط تحت كلمة مثالي. افتكر الكلمة دي. النسبة بين نص قطريه 8/3. النسبة بين الشغل الناتج عند المكبس والشغل المبذول. قلنا لما يكون مثالي الشغل 1 بيبقى قد الشغل 2. النسبة 1/1. أصلا نص القطر ما بيخشش في الشغل في حاجة أصلا. السؤال 4، في المكبس الهيدروليكي النسبة بين مقدار القوة الناتجة عن المكبس الكبير إلى القوة الناتجة عن المكبس الصغير طبعا أكبر من 1. طبعا احنا عايزين القوة تتكبر، فالقوة اللي طالعة أكيد أكبر من القوة اللي داخلة. سؤال سهل أوي. سؤال 5 بيقول لك عند التأثير بقوة مع المكبس الصغير فإن النسبة بين مقدار الإزاحة في المكبس الصغير. نطق مين الأول؟ المكبس الصغير اللي هي y1 إلى إزاحته في يعني أنا عايز y1 على y2. ما هي دي الإيتا أصلا، اللي هي أصلا لازم تبقى أكبر من 1. السؤال ده جامد يا جماعة. السؤال ده جامد. ده عايز شرح وعايز تركيز بقى وتفوق لي معايا كده. بيقول لك مكبس هيدروليكي مثالي مساحة مقطع مكبسيه A و2 A مستقر كما الشكل. كانت الكتلة الموضوعة على المكبس Y بإيه؟ بواي. اكس يبقى علاقتها بيها. بص يا حبيبي، شد خط في هنا اتش. طيب معناها ايه؟ معناها ان الام اكس جي على الاتنين ايه تساوي ام واي على ايه زائد في جزء كمان اسمه رو جي اتش. حلو قوي قوي قوي، ركز بقى معايا حضرتك. سيبك من الجي مع الجي مالناش دعوه بيها. لو ده مش موجود اعتبر ده مش موجود. الايه ساعتها هتروح مع الايه والاتنين تطلع فوق. ساعتها الام اكس تساوي ضعف الام واي. ده لو انت جي طارت مع جي. ده لو انت مفيش الجزء ده يبقى ساعتها كتلة الاكس عشان يحصل اتزان ما بينهم كان ساعتها كتلة الاكس لازم تبقى ضعف كتلة الواي عشان المساحة هنا 2 والمساحة هنا 1. ولكن في جزء تاني هنا. يعني الكتلة اكس دي رافعة الكتلة واي ورافعة معاها شوية سائل. اذا هي اكبر من دي. الإجابة د. ليه أكبر؟ لأن هي مش بتساوي ضعف الام واي بس،
لا ده متضاف عليها كمان جزء. يعني كتلة اكس دي المفروض توزن ضعف كتلة واي ومعاها كمان شوية سائل. يبقى كده كتلة الاكس اكبر من ضعف كتلة الواي. السؤال ده صايع. يعني من الاخر كده لو دي كانت هنا وعليها الكتلة هنا، لو كانوا جنب بعض كده كنت اختار الاجابة ب. بس ب دلوقتي غلط عشان في شوية سائل كمان. سؤال جامد قوي قوي. سؤال 7. إذا كانت مساحة مقطع المكبس الكبير ضعف مساحة المكبس الصغير، وعند اتزان المكبس تكون نسبة الحجم السائل للمساحة. طبعا احنا عارفين ان لما هينزل من هنا لهنا نزل مسافة واي واحد، والمساحة كانت اس مول. طلع من هنا لهنا طلع مسافة واي 2 صغيرة، بس المساحة كانت ايه كبيرة. فدايما شوية المية اللي نزلوا هنا حجمهم قد شوية المية اللي طلعوا هنا، فالنسبة بينهم 1:1. النسبة هتبقى 1:1. بعد كده في الشكل المقابل نسبة الضغط عند المكبس الكبير إلى الضغط عند المكبس الصغير. طبعا السؤال ده جامد جدا. ليه؟ عشان هنا ما قالكش ان هو متزن، مفيش اتزان. يعني ايه مفيش اتزان؟ يعني الضغط عند المكبس الصغير هنا اللي هو اف سمول على اي سمول المفروض يساوي الناحية التانية الضغط على المكبس الكبير اف كابيتال على 2 اي كابيتال. كان كده ممكن اقول نص، ولكن في زائد رو جي اتش، وانا اصلا ما اعرفش الاتش، فيبقى لا يمكن تحديدها عشان مش معايا الاتش. لو معايا الاتش كنت عرفت احددها. طيب السؤال اللي بعده سؤال 9. عايزك تكتب معايا ملحوظة. الكبير بيشدك ناحيته. اكتب الكبير بيشدك ناحيته. طيب انا دلوقتي عندي ازاحة المكبس الصغير هي اللي كبيرة، فالاجابة الف. ليه؟ لان واي واحد هو الكبير بيشد الخط من فوق ينزله ناحيته تحت. هنا في النص هنا واي 2 هو الكبير، دي ما تنفعش خالص. فطبعا واي واحد هي الكبيرة، فالاجابة دي صح. سؤال 10 بيقول لك نسبة الضغط على المكبس الصغير إلى المكبس الكبير بس عند الاتزان. لما أقول عند الاتزان يبقى الاتنين قد بعض، يبقى النسبة 1:1. السؤال اللي بعده. إذا كانت النسبة بين نصفي قطري مكبس الهيدروليكي 5/2، الفايدة الآلية تبقى كام؟ طبعا كلنا عارفين الفايدة الآلية بتساوي ار تربيع على ار تربيع. 5 تربيع ب 25 و2 تربيع ب 4. 25 على 4. السؤال 12. إذا كانت الفايدة الآلية المكبس الهيدروليكي تساوي 250 دي الإيتا، ومساحة المكبس الصغير 2.5 تربيع، عايز نص القطر الكبير. طيب الإيتا بتساوي اي كابيتال على اي سمول. يبقى افهم من كده الاي كابيتال تساوي 250 في 2.5 بتاعتي. كده جبت المساحة. ماشي. هات لي بقى المساحة اللي طلعت دي وساويها بباي ار كابيتال تربيع. يبقى الار تربيع هتساوي المساحة على باي، بس دي مش نص القطر. الناتج اللي طلع ده هات له الجذر. يلا حل. حل وطلع الناتج هيطلع ألف. حل وطلع الناتج هيطلع ألف. السؤال 13 بيقول لك مكبسان مستقران كما بالشكل، مساحة مقطعهم A و3A بإهمال كتلة المكبسين. مقدار الكتلة M بكام؟ ناخد خط. مين اللي مقصر هنا؟ M على 3A تساوي مين اللي مقصر هنا؟ ايه ده؟ مفيش غير رو جي اتش. هنا مفيش حاجة فوق، يبقى رو جي اتش. تمام. وهنا ام جي اللي هي سوري الاف اللي هنا دي ام جي على 3A.
طيب ودي الجي مع الجي، يبقى الام تساوي رو اي اتش في التلاتة، يبقى الإجابة ج. يبقى أنا عندي هنا مفيش غير الكتلة اللي هي ام جي اللي هي وزنها يعني ام جي على 3 ايه، وهنا مفيش غير رو جي اتش، مش حاطط لك كتلة فوق. السؤال اللي بعده، السؤال رقم 14 بيقول لك شكل مقابل المكبس الهيدروليكي ويحمل كتلة ام، مساحة مقطع المكبس الكبير 10 ايه، وهنا ايه، عند الاتزان قال لك في اتزان صح؟ ماشي، يبقى ام كابيتال على 10 ايه تساوي ام سمول على ايه، ودي الايه مع الايه، يبقى الام كابيتال بتساوي 10 ام. سؤال سهل قوي، ما احنا قلنا الاتزان يبقى ام جي على ايه، ام جي على ايش، كده كده تشيل الجي مع الجي، احنا طبعا حافظين الحركه دي، هنشيل الجي مع الجي. السؤال 15 ده حلينا زيه في الحصه، ده محلول زيه في الحصه، هي بس اختلاف ارقام. امال لك اكبر كتله والكلام ده سهل قوي. سؤال 16 بيقول لك في السؤال 16 آلة ضغط هيدروليكي مساحة مقطع المكبس الكبير 10 أمثال المكبس الصغير، وعند الاتزان أثرت قوة 100 نيوتن، اوجد القوة التانية. طبعا ده هبل، اف كابيتال على اف سمول بتساوي ايه كابيتال على ايه سمول، خلصت المسألة. يبقى الاف كابيتال تساوي ايه كابيتال اللي هي 10 على 1 مضروبة في 100 تدي 1000. سهلة قوي بتاعت المكبس دي يا جماعة. المفروض الناس اللي بتحل معانا دلوقتي بتوقف الفيديو وبتحاول تسبقني. السؤال 17 بيقول لك مكبس هيدروليكي قطر مكبسي الصغير والكبير 10 و100، أثرت قوة 800 نيوتن على الصغير، يبقى دي اف سمول. أول ما يقول لي أكبر كتلة يبقى عايز اف كابيتال. طيب تمام، اف كابيتال تساوي اف سمول في ار كابيتال تربيع على ار سمول تربيع. طيب يلا بينا، الاف بكام؟ ب 800 في نص القطر الكبير يبقى 100 على 10 الكل تربيع. تمام، دي 100 على 10 ب10 تربيع ب100 يبقى هيديني 80,000. بس دي قوة، هو عايز الكتلة، احنا عارفين دي بتساوي ايه؟ ام في جي، اقسم بقى على الجي، اقسم ال 80,000 على 10 تديك 8000. سؤال سهل قوي. اول عايز اكبر كتلة تجري تجيب ايه؟ الاف كابيتال. السؤال 18 مكبس هيدروليكي مثالي نص قطر مكبسه الكبير، دي ارقام، عند وضع ثقل كتلته على المكبس يتمكن مكبسه الكبير من رفع ثقل كتلته ام كابيتال، واتزن المكبسان في مستوى افقي واحد، عايز الفايده الآلية. طيب بص يا سيدي، هو مبدئيا كده بسم الله الرحمن الرحيم الايتا يساوي اف كابيتال على اف سمول، يعني ام كابيتال على ام سمول من الاخر. وهنا في كتله وهنا في كتله، يعني 5 في 10 3 يعني 5000 لا دي على 10، يبقى الفايده 500، يبقى يا اما الف يا اما د. طب عايز نص قطر المكبس الصغير، طب ما احنا عندنا الايتا بتساوي ار كابيتال تربيع على ار سمول تربيع. تمام، انا بقى عايز ار سمول تربيع، يبقى ار سمول تربيع بتساوي ار كابيتال تربيع على ايتا. الناس اللي ساقطه رياضه بنبدل الاثنين دول مكان بعض، بدل الايتا مع الار تربيع. طيب ده نص تربيع والايتا 500، الناتج اللي هيطلع نص تربيع على 500 خد له جذر، يطلع الاجابه د. سؤال 19 السؤال 19 مكبس هيدروليكي في محطة صيانة سيارات
نص قطر مكبسيه 32، فإن مقدار أقل قوة على المكبس الصغير عايز اف سمول لاتزان المكبسين عند وضع سيارة كتلتها. فخلاص بقى اف كابيتال على اف سمول، أو بصوا عشان هو عايز اف سمول ماشي، يبقى اف سمول على اف كابيتال بتساوي ار سمول تربيع على ار كابيتال تربيع. هنشيل اف كابيتال ونحط ام في جي، وانا مديك الام. خلصت المسألة. طلعت بكام؟ ألف 56 65 و33 من 100. السؤال 20 خدنا زيه، 21 خدناه في الحصة، هو بالظبط، الاتش حتى هنا كانت نفس الأرقام. السؤال 22، السؤال 22، الشكل البياني المقابل يوضح علاقة بين مقدار القوى المؤثرة على المكبس الكبير والقوى المؤثرة على المكبس الصغير في حالة اتزان. عايز الفايدة الآلية. طبعا الفايدة الآلية هتقسم اف كابيتال على اف سمول، 2000 على 20 بقى ب 100. طيب نص قطر المكبس الكبير واداك نص قطر المكبس الصغير، ما احنا عارفين ان الايتا اللي هي ال 100 بتساوي ار كابيتال تربيع على ار سمول تربيع. ار سمول بخمسة، 5 تربيع ب 25 في 100 ب 2500. عارفين؟ ايه ده؟ 2500 هناخد لها جذر لسه. جذر 2500 بقى تطلع بكام؟ مش عارف. تاني يعني ار تربيع 5 تطلع بكام؟ تطلع 50 سم. 50 في 50 1500 صح. يبقى 5 تربيع ب 25 في المية ب 2500، هتاخد لها جذر عشان تخلص من التربيع تطلع 50. سؤال 23 من الأسئلة اللي إن شاء الله تلاقي زيها في الامتحان. مستعينا بالبيانات المسجلة على الشكلين الآتيين تكون المسافة التي تتحركها المكبس الكبير، يعني عايز واي 2. طيب احنا عارفين ان واي 1 على واي 2 تساوي اف كابيتال على اف سمول. طيب انا عايز واي 2، يبقى الناس اللي ساقطه رياضه يبقى واي 2 على واي 1 تساوي اف سمول على اف كابيتال، يبقى الواي 2 تساوي واي 1 اضربها بقى في اف سمول على اف كابيتال. انا معايا الاف سمول ب 40 والاف كابيتال ب 200 والواي 1 ب 5 سم، تطلع الاجابه 1 سم. ما هو الواي 1 ده 5 هتضرب في 40 يبقى ب 200 على 200 يعني 1. الناحيه الثانيه عايز الضغط اسفل المكبس الصغير بكام؟ عايز الضغط اللي هنا. طبعا احنا لما هنشد خط هيبقى الضغط عند النقطه 1 قد الضغط عند النقطه 2. النقطه 1 هنسمي ضغط المكبس الصغير اللي هو عايزه يساوي هنا الكتله ام جي على 10 في 10 اس سالب 4 اللي هي المساحه، والام ب 10 واضرب الجي ب 10 زائد رو جي في 2 من 10 ايه دي اللي هي الاتش. والرو فين يا مستر؟ الرو اهي والجي اهي. يلا عوض. هو عايز اصلا الضغط، يعني مش هنجيب اف، لا هنجيب الاف على ايه؟ على بعضها. هو عايز الضغط اللي على المكبس الصغير، يعني مش هنفكها زي ما احنا متعودين. تطلع الاجابه ج. وبكده يكون الكتاب نفسه خلص. دي اتخذت